نطمن إخواننا الموريتانيين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك ترحيل، لا تخافوا، ائمنوا وأموركم طيبة إن شاء الله، ما دام أوراقكم سليمة ومعاكم مواعيد إلى المحكمة أموركم سابرة. يعني الإشاعات والفيديوهات الذي انتشرت هذا الأيام أنه في ترحيل وأنهم يبزوهم من الشوارع ويرحلوهم ويأخذون فوق طائرات، كذب في كذب. أنا حصلت واحد موريتاني اليوم وتحدثت أنا ويه، قال كذب، ما فيش من هذه الحاجات. قال صديقي ساكن أنا ويه، قال مسكه البوليس وهو لا يسوق السيارة، وما يجوش يمسكوا كل هذا عليك مخالفة ولا اشتبهوا بك. قال مسكه البوليس وقفه، اداله أوراقه إثباتاته يعني وأموره، يعني أنه سابره شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق سراحه ومشى. قال 4 موريتاني اللي مسكوهم وفلتوهم. يعني أوراقك سليمة ماشي عليها مشكلة، لا تخاف ولا تقلق، تنتظر لما يجي حقك الموعد حق المحكمة. في هذا الحالة ماشي عارفين لهذا الحين، يعني عند حضورك إلى المحكمة هل سوف يقبلوا يعني أوراقك ويعني الريزن الذي انت جاي إلى الولايات المتحدة الأمريكية علشانه، سيسمحوا لك انك تواصل يعني كمواطن او يعني إقامة دائمة. ما حدا عارف، بس إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله أنكم تحضروا المحكمة في مواعيد التواريخ الذي رسلوا لكم، وأنهم يختموا لكم الإقامة الدائمة وتعيشوا. ما نتمنى لكم إلا كل خير، يعني ما يفلت بلاده ويجي يغترب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة يروح يغترب فيها، ما يسافر أو يخرج من بلاده إلا المحتاج ومدور لقمة العيش. مثلنا كثير من العرب، مثل اليمنيين، السوريين، اللبنانيين، العراقيين، الفلسطينيين، المصريين، كثير عرب مغتربين، ما يفلت بلاده إلا المحتاج. لو بلادنا فيها خير كان احنا جالسين في بلادنا وعايشين ومرتاحين، وما نتمنى لكم إلا كل خير، وإن شاء الله أنكم يدوا لكم الإقامة الدائمة وعيشوا بسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.